يا هلا حبايبي، اليوم الفيديو راح يكون مختلف شوية على الفيديوهات السابقة. اليوم قررت اني اعمل نيو لوك بسيط. حبيت اوريكم كمان خطوات ازالة الستيكر من الشعر للبنات اللي خافوا من ازالة الستيكر من الشعر. شوفوا كيف بنشيله بدون ما يقطع الشعر بطريقة جدا احترافية في صالون صفا دريم. طبعا كل شيء آمن. هنا قررت اني اغير شعري واعمل سحب لون، بس سحب لون خفيف لانه الشعر هنا شوية غامق. في الصورة ما مبين لاني استعملت الفلتر الغلط. اللون هنا طلع روعة، راح تشوفوه اخر الفيديو. هنا سحب اللون وشفتوا الشعر كيف جدا صحي. هنا عندنا الحمام المغربي حبايبي، حمام المغربي في صالون صفاء دريم. اثنين حمامات، عندنا الحمام الفي اي بي وعندنا الحمام العادي. طبعا البنت المغربية كثير شاطرة ما شاء الله عليها. متوفر عندنا كمان كل الأعشاب اللي نحتاجها في الحمام المغربي. وهنا حبيت أوريكم تنشيف الشعر فقط بدون براش عشان تشوفوا بعد سحب اللون كيف صار شعري، ما تأذى أبدا ولا تقطع. بعدين قررت إني أعمل لون أحمر عشان التغيير، وبعدين كمان بالمرة بنعمل ميك اب. حبايبي حبيت احكي لكم شوي على سحب اللون. اللي شعرها اسود مثلا يكون خفيف، فيكي تعملي سحب لون خفيف جدا امن طبعا، بس على مراحل ما تخربوا شعركم. انا كنت في اعمل افتح من هيك، بس لا، حبيت اني احافظ على صحة شعري ويكون شعري صحي وبس. بنغير اللون كمان. اللي تحب تغير تغير على مراحل، ما تغيروا مرة واحدة لانه بيخرب الشعر. بعدين قلت شو راح اعمل روج في فمي، فاخترت اعمل روج احمر كمان نفس لون اظافيري. بعدين شوفوا هذا اخر اللوك، شوفوا اللون كيف روعة، كثير حلو بنات ما احكي لكم. شوفوا الشعر كيف صحي ما تقطع ابدا. وحصلت كمان ال6 دي هير اكستنشن نفس لون شعري، بس قلت لا خليني اهتم بشعري حاليا واعمل له شوية ماسكات وزيوت، لانه لازم ضروري بعد الاكستنشن لازم نهتم بشعرنا شوي. وهذا اخر اللوك، واللي حابين يشوفوا شغلنا يدخلوا على الانستغرام.